بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سنة تانية إن شاء الله. بدايتنا النهاردة في أول حصص كيمياء تانية ثانوي بإذن الله. كل حصة هينزل لك، كل أسبوع هينزل لك حصتين بإذن الله، حصة للشرح وحصة للحل. فبإذن الله محدش يقلق من أي حاجة خالص. هنخلص المنهج مرة واثنين وثلاثة، وهنراجعه مرة واثنين وثلاثة. وانت كتانية ثانوي انا عايزك تاخد السمستر او الترم الثاني ده كبروفا ليك لتالتة ثانوي، لان انت في تالتة ثانوي هتبقى داخل على سنة جديدة. فانا عايزك تجرب من وانت في سنة تانية ثانوي، علشان لما تدخل تالتة انت اوريدي انت عارف انت داخل هتعمل ايه. يعني مثلا احنا دلوقتي داخلين على شهر رمضان باذن الله، عايزك باذن الله في الشهر رمضان ده تجرب مرة تذاكر بالليل ومرة تذاكر بالنهار، وتشوف الطريقه اللي هتناسبك اكتر، بحيث ان انت لما تبقى داخل ثالثه ثانوي ويقابلك شهر رمضان ان شاء الله تبقى عارف انت هتمشي دنيتك ازاي. ده اولا. ثانيا باذن الله برضو من خلال الشرح بتاعنا بتاع النهارده باذن الله مفيش جزئيه مش هنشرحها، مفيش جزئيه باذن الله الا وهنفرمها مره واثنين وثلاثه. بعد كده باذن الله بعد كل جزئيه تتشرح باذن الله مش هنخش على الجزئيه اللي بعدها الا لما نحل ونفرم على كل جزئيه. مش بس كده، باذن الله بعد ما هنخلص الباب بالكامل، يعني لو الباب بتاعك مثلا مكون من 4 حصص او 4 دروس، بعد ما نخلص ال4 دروس دول باذن الله هنزل لك فيديو للحل عباره عن ان انا بشرح لك ال4 دروس او باخد اهم الاجزاء من ال4 دروس دول، وكمان بنحل عليهم كحصه حل على ال4 دروس او على الباب كامل. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا خلينا باذن الله نبدا النهارده كده بدايه. عايزك تسمي الله وتكتب ورايا كل كلمه انا هقولها. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه انت في النظام الجديد انت مش بس كل حاجه عندك فهم، لكن في اجزاء بالطبيعي ان هتبقى فيها حفظ. فانا باذن رب العالمين الجزئيه اللي فيها فهم هفهمها لك كويس قوي، والجزئيه برضو اللي احنا محتاجين نحفظها هفهمها لك، وبرضو باذن الله عن طريق فهمنا ليها هقول لك احفظها بالاسلوب الفلاني عشان تتسال فيها في الامتحان بالاسلوب الفلاني. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا نبدا بدايه حصتنا النهارده. احنا الباب بتاعنا بيتكلم عن الروابط والاشكال الفراغيه للجزيئات. طيب الراجل في البدايه بيبدا يعرف لك يعني ايه تفاعل كيميائي. قال لك ان التفاعل الكيميائي ده اللي هو انت بتعمل كسر للروابط اللي بين الجزيئات والمواد المتفاعله. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت دلوقتي بنعمل كسر بين الروابط اللي ما بين ايه بقى؟ اللي ما بين الذرات والجزيئات. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل ما نتنقل على الجزئيه اللي بعدها هقول لك يعني ايه اصلا ذرات وجزيئات. احنا عندنا الماده كانت بتتكون من ذرات، والذرات كانت بتتكون من جزيئات. يعني مثلا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ادي يا باشا الماده كانت بتتكون من ذرات، والذرات كانت بتتكون من ايه؟ من جزيئات. طيب كده عرفنا الذرات والجزيئات دي جايه منين. فاحنا علشان نعمل تفاعل كيميائي لازم علشان ندخل اصلا في تفاعل الذرات والجزيئات اللي ما بين المواد المتفاعله، علشان اصلا تتحول لنواتج لازم نعمل كسر للروابط دي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا دلوقتي هعمل تفاعل علشان اتحول من المتفاعلات للنواتج، اصلا لازم الذرات اللي ما بين المواد المتفاعله تتكسر. فلما هتتكسر في المواد المتفاعله هتتكون فين نواتج. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا علشان اصلا نعمل تفاعل كيميائي لازم الذرات والجزيئات اللي ما بين المواد المتفاعله صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مالها تتكسر. لازم الرابطه اللي هنا دي تتكسر. طيب وماذا بعد؟ قال لك لما هتتكسر باذن الله في المتفاعلات اللي هيحصل هتتكون في النواتج. فانا كده عملت تفاعل كيميائي. يعني مثلا انت لو دخلت المعمل وحبيت ان انت مثلا تصنع دواء، فانا بالطبيعي ان انا هجيب مثلا المواد اللي انا هصنع بيها، علشان هي دلوقتي في بدايتها مواد خام، لازم علشان تتحول لنواتج هضيف المواد دي على بعضها. فبالتالي هيحصل تفاعل كيميائي ما بين المواد وبعضها عن طريق ان الروابط بتتكسر في المتفاعلات وبتتكون في النواتج. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا كده اول حاجه في الباب بتاعنا بيتكلم عن التفاعل الكيميائي. قال لك بعمل ايه؟ قال لك ان الروابط اللي ما بين الذرات والجزيئات مالها بتتكسر. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما هتتكسر هي بتتكسر فين اصلا؟ في المواد المتفاعله. المتفاعلات علشان اصلا تتحول لنواتج لازم الذرات اللي هنا او الروابط اللي ما بين الذرات والجزيئات اللي هنا تتكسر وتتكون فين؟ تتكون في النواتج. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده اول جزء.
الجزء الثاني قال لك ان انت عندك العناصر الخامله هي اكتر العناصر الجدول الدوري مالها استقرارا، علشان هي اصلا المستويات الطاقه بتاعتها مالها ممتلئه بالالكترونات. طيب لو انت فاكر يعني ايه اصلا الغازات الخامله كان عندك مثلا زي مين؟ زي الهيليوم والنيون والارجون، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، والكريبتون والزينون والرادون. قال لك ان انت عندك العناصر الخامله اللي هي اكتر العناصر في الجدول الدوري مالها مستقره. قال لك علشان ان هي الاكتمال جميع مستويات الطاقه بتاعتها مالها ممتلئه بالالكترونات، يعني العناصر الخامله او الغازات النبيله هي ممتلئه، هي مستقره، فبالتالي هي اصلا مش هتدخل في تفاعل كيميائي. الجمله اللي جايه بعدها بيقول لك ان العناصر او بقيه العناصر اللي موجوده اللي في الجدول الدوري مالها نشطه كيميائيا. نشطه كيميائيا. قال لك علشان هي بتدخل التفاعل ممكن تفقد او ممكن تكتسب. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغازات الخامله او النبيله دي لا بتفقد ولا بتكتسب مالها، علشان هي مستقره، فبالتالي مش بتفاعل فين؟ في التفاعل الكيميائي، مش بتخش في تفاعل كيميائي، عشان هي لا عايزه تكتسب ولا عايزه ده ايه؟ ولا عايزه تفقد. صليت على النبي. هي قاعده في حالها يا باشا، لا داخله تفاعل كيميائي ولا غيره. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده قال لك ان بقيه العناصر اللي موجوده في الجدول الدوري مالها يعني نشطه كيميائيا، ولكنها مش مستقره، علشان هي ممكن تدخل في تفاعل يحصل لها، تدخل في تفاعل ممكن ان تفقد او ايه؟ او تكتسب او تشارك بالالكترونات، علشان يكتمل مستوى الطاقه الاخير بتاعها ليصبح مشابه للالكترون لاقرب غاز خام. هي بس يعني هي ممكن تفقد او تكتسب. هي ليه تفقد او تكتسب اصلا؟ علشان عايزه تستقر هي كمان. يعني اشمعنى الغازات الخامله؟ قال لك لا، انا كمان عايزه تستقر. اشمعنى؟ فاهم؟ فهي تخش في التفاعل، مثلا هي عايزه توصل لحاله الاستقرار، فممكن اللي يوصلها لحاله الاستقرار ان هي تفقد الكترونات. ممكن برضه عشان توصل لحاله الاستقرار ان هي مالها تكتسب الكترونات. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا كده كلمتك عن حاجتين، كلمتك عن التفاعل الكيميائي، وقلت لك ان انا بعمل ايه؟ ان انا بكسر الروابط اللي في المواد المتفاعله علشان تتكون فين؟ في النواتج. بعد كده جيت قلت لك حاجتين، جيت قلت لك ان الغازات الخامله او العناصر النبيله مش بتشارك في التفاعل الكيميائي. مش بتشارك في التفاعل الكيميائي ليه؟ هي عايزه تفقد وعايزه تكتسب لان هي مالها مستقر. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ده اولا. ثانيا جيت بعد كده قلت لك ان بقيه العناصر اللي موجوده في الجدول الدوري نشطه كيميائيا. ليه نشطه كيميائيا؟ علشان هي بتقدر تدخل في تفاعل علشان تقدر تفقد الكترونات او تكتسب الكترونات. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي العناصر الخامله ما بتفقدش، هي قاعده مستقره. انما بقيه العناصر نشطه كيميائيا. ليه نشطه كيميائيا؟ علشان ممكن تفقد الكترون وعلشان ممكن تكتسب ايه؟ الكترون، علشان توصل لحاله الايه؟ لحاله الاستقرار. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده بنتكلم عن اهو، حتى هنا بيقول لك ان انت عندك الغازات الخامله هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون، طبعا بكل حاجه بالايه؟ بتوزيعها. طيب بعد كده جه في واحد بقى ايه؟ واحد اسمه لويس نقطي، او واحد اسمه لويس عمل نموذج اسمه نموذج لويس الايه؟ النقطي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. انا هفهمه لك كده. طيب لويس النقطي ده قال لك ان الالكترونات برضو بتبقى مهمه قوي في تكوين الايه؟ تكوين الروابط. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي، فاهمك حاجه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. مثلا صلى على النبي، فاهمك على حاجه. انت دلوقتي، احنا دلوقتي معانا كم عنصر؟ مثلا وليكن معانا الصوديوم ده، معانا الايه؟ الصوديوم. طيب ماذا بعد الصوديوم؟ قال لك ان انت ده في الدوره الثالثه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالى نشوف التركيب الايه؟ التركيب الالكتروني بتاعه. طيب لما هنوزع الصوديوم، قال لك النيون عدده الذري كام؟ 10. صح؟ النيون عدده الذري كام؟
10. وهو اصلا الصوديوم عدده الذري كام؟ 11. فانا بوزع لاقرب غاز خامل، علشان كده الحاجات دي لازم تتحفظ، اللي هي الغازات الخامله بالالكترونات بتاعتها او بالاعدادها الذريه. صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لازم الحاجات دي تتحفظ بالهيليوم 2 نيون 10 ارجون كام 18، لان الكلام ده هيبقى عليك في ثالثه ثانوي. فانت لو طلعت معايا متاسس كويس جدا من ثانيه، انت في ثالثه يا باشا مش هتتعب. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده احنا بنتكلم على لويس النقطي، وقال لك ان انت عندك الصوديوم ده اللي في الدوره الثالثه، الصوديوم في الدوره الثالثه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لك تعالى نشوف تركيبه الالكتروني. تركيبه الايه؟ تركيبه الالكتروني. قال لك احنا تعالى هنوزعه لاقرب غاز خامل. لاقرب غاز ايه؟ لاقرب غاز خامل. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. خد فكره واشتري لبكره. افهمك حاجه. احنا دلوقتي وزعناه النيون كام؟ 10 صح؟ والصوديوم كام؟ الصوديوم توزيعه كام؟ او الصوديوم عدده الذري كام؟ الصوديوم عدده الذري 11. احنا وزعنا منه كام؟ 10. اتبقى كام؟ 1. قال لك بعد كده بنحط ال 3 اس والالكترون ده بقيه الايه؟ بقيه التوزيع بتاعه. يعني 1 زائد 10 هيساوي كام؟ 11. 11. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده بنوزعه. طيب احنا كده لما هنيجي نوزع بناء على لويس النقطي، قال لك ان احنا بشوف الالكترون اللي فوق الاس. بشوف الالكترون اللي فوق الايه؟ اللي فوق الاس. اللي فوق الاس فيه كام الكترون؟ فيه الكترون واحد. اروح ضارب النقطه هنا. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بروح حاطط نقطه هنا كده. طيب تعالى نشوف بعد كده المغنيسيوم اللي بعدها. تعالى نشوف الايه؟ المغنيسيوم. طيب قال لك ان المغنيسيوم عدده الذري كام؟ 12. هنوزعه بالنيون. هنوزعه بالايه؟ بالنيون. النيون كام؟ 10. بعد النيون بيجي على طول 3 اس. بعد النيون بيجي بعديها على طول 3 اس. طيب النيون 10. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها ال 3 اس. احنا عايزين نوصل لكام؟ لل 12. ما هي كانت 12 وانا وزعت منها 10. اتبقى كام؟ قال لك اتبقى 2. راح حاططها فوق كام؟ فوق ال 3 اس 2. فوق ال 3 اس. طيب انا كده فوق ال 3 اس فيه كام الكترون؟ فيه 2 الكترون. فانت بقى كل الحكايه بتعمل ايه بقى يا معلم؟ تروح حاطط لي نقطه هنا، تروح حاطط نقطه هنا ونقطه هنا. نفس الكلام في الباقي. تعال نوزع. قال لك ان انت عندك الالومنيوم عدده الذري كام؟ 13. الالومنيوم عدده الذري كام؟ 13. بعد كده قايل لك ايه؟ هنوزع لاقرب غاز خامل. هنوزع لاقرب غاز خامل. فاخترنا النيون علشان هو اقرب غاز خامل لمين يا معلم؟ لمين؟ للالومنيوم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. للالومنيوم. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الالومنيوم كام؟ 13 والنيون كام؟ 10. النيون 10. يبقى اتبقى كام الكترون لسه ما توزعوش؟ 3. قلنا بعد النيون في حاجه ثابته، ال 3 اس ثابته. 3 اس ثابته بعد النيون. ادي ال 3 اس. بس ال 3 اس دي اخرها هتشيل كام الكترون؟ 2. فانا ما ينفعش احط اكتر من 2. هي يا باشا بتنزل الجيم اخرها هتشيل كام كيلو؟ 2 كيلو. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده هنخش على ال 3 بي. يبقى انت النيون بعديها ال 3 اس. بعد ال 3 اس 3 بي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده اولا. هنعد بقى يا معلم. تعالى نعد. احنا دلوقتي معانا كام؟ 10. معانا كام؟ 10. احنا بنوزع كام الاول؟ 13. معايا منهم 10. 2 زائد 1 كام؟ 3. زائد ال 10 دي. يبقى انا وزعت ايه؟ يبقى انا توزيعي كده صح. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هقول لك على حاجه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ادي يا باشا ال 3 اس فوقيها كام؟ ال 3 اس فوقيها 2 صح؟ فوقيها كام؟ 2. وادي ال 3 بي فوقيها كام؟ فوقيها 1. 2 زائد 1 3. يبقى انا هوزع كام الكترون؟ 3. فانا اروح مثلا ايه؟ على حوالين الالومنيوم كده اروح موزع له. ادي يا باشا 3. مفيش مشاكل. تبدا من هنا، تبدا من هنا، تبدا من هنا. المهم يبقى في 3 نقط حوالين الايه؟ الالومنيوم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في بقيه يا معلم في بقيه العناصر. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده تعالى نكمل مع بعض. قال لك بعد كده في حاجه اسمها الزوج الحر والزوج الايه؟ الارتباط او اللون بير والبوند بير. بالمختصر المفيد انت دلوقتي
احد الاوربيتالات المستوى الخارجي الذي لا يشارك في تكوين الروابط. اللي مش بيشارك في تكوين الروابط اسمه زوج حر، بالانجلش اسمه لون بير. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي بيشارك في الروابط قال لك اسمه بوند بير او زوج الايه؟ زوج الارتباط. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده كلمتك في البدايه، انا هشرح حته حته وبعد كده هعيدها لك من الاول تاني، بحيث ان انا ابقى مرتب لك دماغك. اقول لك والله اول ما بدات المحاضره اتكلمت عن 1 2 3، بحيث ان انت برضو لما انا اشرح الجزئيه تروح قافل الكتابه وقافل المذكره بتاعتك وتقول والله المستر اتكلم عن 1 2 3، وتبدا ان انت تشرحها لنفسك. لو شرحتها لنفسك كويس يبقى انت كده فاهم. اصل انت مش هتعرف تشرح حاجه الا لو انت فاهمها. فتقيس نسبه فهمك ازاي؟ تقيس نسبه فهمك بشرحك. هات اي واحد صاحبك واشرح له، اشرح لنفسك يا عم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا كده في البدايه اتكلمت عن التفاعل الكيميائي وقلت لك ان انا بعمل ايه؟ بكسر الروابط اللي ما بين المواد المتفاعله. انا دلوقتي عندي متفاعلات بتتحول لمين؟ بتتحول لنواتج. علشان احول المتفاعلات اصلا تروح للنواتج لازم اكسر الروابط اللي ما بين المتفاعلات او ما بين الذرات والجزيئات المواد المتفاعله. فلما اكسرها هتتحول لمين؟ تتحول للنواتج. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ده اولا. بعد كده قلنا ان احنا عندنا الايه؟ الغازات الخامله او الغازات الايه؟ النبيله، اللي هي ما كانتش بتخش في التفاعلات الكيميائيه. ليه يا معلم؟ علشان هي مستقره. انما بقيه العناصر مالها؟ كانت بتدخل في التفاعل الكيميائي. علشان هي مش مستقره فعايزه توصل لحاله الاستقرار، فكانت بتعمل ايه؟ كانت بتدخل التفاعل الكيميائي. والله انا اشوف باقي لي كام على الاستقرار. لو انا عايز الكترونات تاني علشان استقر فبعمل ايه؟ فبكتسب الكترونات. لكن لو انا عندي الكترونات زياده لازم اشيلهم ولازم اوديهم علشان استقر، فانا بعمل فقد للايه؟ للالكترونات. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده اتكلمنا على نموذج لويس النقطي وعرفنا ازاي بنوزع، ثم بعد كده اتكلمنا على اللون بير او زوج الحر وزوج الايه؟ الارتباط. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده تعالى نشوف الجزئيه بتاعت الايه. انا عمال بقول لك روابط كيميائيه وروابط مش عارف ايه، فانت عايزين نمسكها بقى حته حته وفهمك الايه؟ الروابط. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واعمل كوبايه قهوه كده وتعالى وانا هحكي لك الكلمه دي على هيئه ايه؟ على هيئه حدوته. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اهو انا بحب اللون الاحمر عموما يعني. تمام كفايه. طيب قال لك ان انت عندك الروابط تنقسم لكام حاجه؟ حاجتين: روابط كيميائيه، روابط فيزيائيه. روابط كيميائيه، روابط فيزيائيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. خد فكره واشتري لبكره. بكره ده اللي هو يوم ايه؟ يوم الامتحان. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ان انت عندك في البدايه كده رقم 1 روابط ايه يا دكتوره؟ روابط كيميائيه. روابط كيميائيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طالما في روابط كيميائيه هيبقى في روابط ايه؟ فيزيائيه. ما كانش يبقى دي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب روابط ايه؟ روابط فيزيائيه. يبقى انا كده عندي نوعين من الايه؟ نوعين من الروابط، يا كيميائيه يا فيزيائيه. يا كيميائيه يا فيزيائيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى نمسكهم واحده واحده. يبقى انا كده من دلوقتي لنهايه المحاضره بتاعتنا هكلمك عن الروابط الكيميائيه وهكلمك عن الروابط الفيزيائيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الروابط الكيميائيه قال لك ان هي فيها 3 انواع: ايونيه، تساهميه، تناسقيه. ايونيه، تساهميه، تناسقيه. يبقى انا كده عندي نوعين من الروابط، يا كيميائيه يا فيزيائيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. مسكنا الكيميائيه قال لك فيها كم نوع؟ 3 انواع: يا ايونيه يا تساهميه يا تناسقيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى نمسكها واحده واحده وايه هظبط لك الاداء. ما تخافش. صلى على النبي. قهوتك يا باشا وتعالى. طيب الروابط اللي ايه يا معلم؟ الروابط الايونيه. الروابط هنمسكها بقى واحده واحده. هنمسك الروابط الايونيه نتكلم عليها، بعد كده نتكلم عن الروابط التساهميه، بعد كده الروابط اللي هي يا معلم الروابط التناسقيه. الروابط الايه؟ التناسقيه. طيب تعالى بقى نمسك رابطه.
ربطها صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ان الرابطه الايونيه دي تجاذب كهربي بين ايون موجب الشحنه، وده بيسموه كاتيون. يبقى الموجب اسمه كاتيون. باشا دي اساسيات كيمياء معاك، لازم ولا بد ان الحاجات دي تبقى في دماغك. طلعت بقى ثالثه ثانوي هتفيدك. لو طالع من غير الاساسيات يعني الامور مش هتبقى الطف حاجه. هتبقى الدنيا تمام، هتبقى الدنيا تمام، بس هتحتاج ان انت تزود. يعني مثلا الشباب عندي في السنتر كانوا ضايعين في الكيمياء، فمش عارفين الاساسيات، فالحصه بدل ما كانت بتقعد ساعتين بقت مثلا بتقعد 3. ليه؟ علشان بضطر اشرح الاساسيات وبعد كده اشرح المنهج. طب اللي انت لو معاك الاساسيات هشرح لك المنهج على طول، فانت كسبت وقت. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا كده بنتكلم عن الايونيه، بعد كده هنتكلم عن التساهميه، بعد كده هنتكلم عن مين؟ التناسقيه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده قال لك اول حاجه ان هي عباره عن تجاذب كهربي بين ايون الموجب، من ايون موجب الشحنه وايون ايه؟ سالب الشحنه. يبقى الايون السالب ده اسمه انيون. اسمه ايه يا دكتوره؟ اسمه انيون. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى موجب كاتيون سالب انيون، موجب كاتيون سالب انيون. اغنيها لك؟ ربنا ما اوريك صوتي وانا بغني، هتتعب هكرهك في الاغاني. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا ما اوريك صوتي وانا بغني، بس هغنيها لك. صلي على النبي. انت عندك دلوقتي ايه؟ عندك الموجب كاتيون سالب انيون، موجب كاتيون سالب انيون. طيب عباره عن تجاذب كهربي بين ايون موجب وايون سالب. اديك مثال؟ عشان انت حبيبي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى نشوف الايه؟ نشوف المثال. ادي يا باشا عندك صوديوم كلورايد Na بلس Cl، Na بلس Cl، او Na موجبه Cl ايه؟ سالبه. ادي الموجب يلا ده كده موجب، ده كده موجب، وده كده ايه؟ سالب. ايه اللي هيحصل بقى؟ ايه اللي هيحصل لما الموجب يبقى جنب السالب؟ مش هيحصل تجاذب، فبدل ما كانت Na زائد Cl هتبقى على طول ايه؟ NaCl. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت حصل تجاذب ما بين الموجب وما بين الايه؟ السالب. ده بيسموها الرابطه الايونيه، وبرضو شرحت لك يعني ايه رابطه ايونيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لك ان تعالى نشوف الجزئيه اللي بعدها. هو كده ايه؟ حصل تجاذب ما بينهم علشان هي كنا بنتكلم عن الرابطه الايونيه، وقلنا موجب كاتيون سالب انيون، وتجاذب كهربي ما بين الموجب وما بين الايه؟ ما بين السالب. ادي يا باشا انت عندك الموجب لما شاف السالب حصل تجاذب مع بعض. طب موجب وموجب ما ينجذبش. موجب لما يشوف سالب يحصل ايه يا معلم؟ تجاذب كهربي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده المفروض ان احنا هنتكلم على هنا سأسكت قليلا. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة بقى اسمها ايه؟ السالبية الكهربية. السالبية الكهربية. يعني ايه سالبية كهربية اصلا؟ قال لك ان انت عندك السالبية الكهربية دي يعني لما تيجي نقرأ سوا افسرها لك كلمة. هفسرها لك ايه؟ كلمة. قال لك ان السالبية الكهربية دي، السالبية الكهربية مالها؟ ليها دور أساسي في تحديد نسبة الصفة الأيونية في المركب. يعني هي اللي بتقول لي المركب ده الصفة الأيونية بتاعته كتيرة ولا قليلة. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تكون نسبة الصفة الأيونية في المركب أكبر من 50،
بنقول ان هو او يوصف بان هو مركب ايه؟ ايوني. يعني انا كده بتكلم على حاجه اسمها السالبيه الايه؟ السالبيه الكهربيه. يعني ايه السالبيه الكهربيه اصلا؟ قال لك ان السالبيه الكهربيه دي هي اللي بتعرفني نسبه المركب ده من حيث ان هو مركب ايوني ولا مش ايوني. قال لك لو نسبه الصفه الايونيه اللي فيه اكبر من 50% فاحنا هنقول عليه مركب ايه؟ مركب ايوني. يبقى كده السالبيه الكهربيه لو هي نسبتها في المركب اكتر من 50% يبقى المركب اللي معايا ده مركب ايه؟ مركب ايوني. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد ثبت بالتجربة العلمية أنه كلما ازداد الفرق في السالبية الكهربية بين العنصرين المرتبطين عن 1 و7 تزداد الصفة الإيه؟ الأيونية. يعني كده لو العنصرين اللي مرتبطين ببعض كانت نسبة السالبية الكهربية بتاعته زادت عن 1 و7 يبقى ده كده إيه؟ أو زادت كلما زاد الفرق في السالبية الكهربية بين العنصرين عن 1 و7 الصفة الأيونية مالها؟ هتزداد. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى نشوف حاجة هنا. قال لك إن هي لو زادت عن 1 و7 لو الرابطة أو الصفة الأيونية بتاعته زادت عن 1 و7 يبقى السالبية الكهربية مالها؟ هتزيد. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى نشوف الجزئية دي. قال لك إن أنت عندك ادي يا باشا الرابطة ما بين الليثيوم والكلور نازلة عند كام؟ عند 2. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده الرابطه مثلا عند الكي ما بين الكي والسي ال نازله بعد الاثنين. فقال لك كلما زادت السالبيه الكهربيه زادت الصفه الايه؟ زادت الصفه الايونيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مثلا لو دي 2 فالفرق ما بينهم مثلا 2 و1. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فكده الاثنين و1 اكبر من الاثنين. اذا الكي في السالبيه الكهربيه بتاعتهم او الكي والكي سي ال اكبر في الصفه الايونيه، اقوى في الصفه الايونيه من الليثيوم والايه؟ والكلور. لان في الفرق في السالبيه الكهربيه بين البوتاسيوم والكلور اكبر من الليثيوم والايه؟ والكلور. لان السالبيه الكهربيه لو زادت بتزيد الايه؟ الصفه الايونيه. فانت عندك هنا ان انت الكي سي ال ده الصفه السالبيه الكهربيه ما بين الكي والسي ال اكبر من الليثيوم والكلور. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خد المعلومه دي برضو عندك. قال لك ان انت الروابط الايونيه قويه. الروابط بتكون قوية لما عند ارتباط أي من فلزات المجموعتين 1A و 2A مع أي من اللافلزات المجموعتين 7A و 6A. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده الرابطة الأيونية بتكون قوية إمتى؟ لما يحصل حاجة اللي هي الفلزات المجموعة 1A و 2A. يبقى الصفة الأيونية بتكون قوية لما يرتبط عناصر اللي هي مجموعة 1A او ال2A دي العناصر اللي هي الفلزيه. يبقى 1A و 2A دول فلزات. لو الفلزات ارتبطت بحاجه زي ال 6A او ال 7A دول لا فلزات. او بمعنى اصح لما الفلز بتاع المجموعه 1A يرتبط مثلا باللا فلز بتاع المجموعه مثلا 6A او 7A. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده عندك ال 1A وال 2A دول فلزات. لو ارتبطوا باللافلزات اللي هم بتاعت ال 7E وال 6E بتكون الرابطه الايونيه اللي هتتكون رابطه مالها؟ رابطه قويه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لك لو زاد البعد الافقي ما بين العناصر المرتبطه في الجدول الدوري يزداد الفرق في السالبيه الكهربيه. يزداد الفرق في السالبيه الايه؟ الكهربيه. يزداد الفرق في السالبيه الكهربيه وبالتالي تزداد قوه الرابطه وتزداد الخواص الايونيه مثل ارتفاع درجتي الانصهار والايه؟ والغليان. طبعا البعد الافقي لو زاد يبقى السالبيه الكهربيه مالها؟ هتزيد. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوه الرابطه مالها؟ هتزيد. طيب خواص المركبات الايونيه. خواص المركبات الايه؟ الايونيه. قال لك ان الفرق في السالبيه الكهربيه طبعا بيأثر. فرق في السالبيه الكهربيه بيأثر على الرابطه وبيأثر العناصر المكونه للرابطه الايونيه على الخواص الخواص الايونيه لمركباتها كما يؤثر ترتيب الايونات في الشبكه البلوريه للمركبات الايونيه الخاصه. يعني الكلام ده يعني انت عندك تشكيله الرابطه نفسها. الرابطه دي متكونه ازاي او بتركبها ازاي؟ طبعا ده بيفرق في الخواص. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مثلا عندك الرابطه دي خلي بالك الرابطه دي مرتبه ترتيب منظم جدا جدا. و اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. فترتيبها ده برضه بيأثر على
على قوه الرابطه نفسها، وبرضه بيأثر على ترتيب الايونات. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب الايونات في الشبكه البلوريه على خواصها، يبقى كده هي بتأثر على خواصها. يبقى الترتيب ده برضه لما يكون مرتب بنظام ترتيبها ده بيأثر على الخواص. طيب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى نشوف الجزئيه دي، التأثير ترتيب الايونات في الشبكه البلوريه. يبقى الشبكه البلوريه دي لو الايونات مرتبه، الايونات دي اصلا مرتبه، الايونات مالها مرتبه، ترتيب الايونات ده فادني في ايه؟ صح؟ تعالى بقى نشوف تعالى نشوف الايونات دي فادتك في ايه. لو القهوه بتاعتك خلصت ارجع اعمل كوبايه قهوه وتعالى تاني. انا اللي بقول لك قوم يا باشا وسيب، وري الفيديو ده للحاج. لو قال لك انت قمت سبت المكتب ليه ورايح تعمل قهوه، قول له المستر اللي قال لي قوم اعمل قهوه تعالى. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فانت خد الفيديو حجه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الترتيب بتاع الايونات ده فادني ازاي او فاد الرابطه ازاي؟ تعال نشوف. قال لك ان هي عباره عن مواد صلبه معظمها قابل للذوبان في المذيبات القطبيه، زي الميه، مكونه محاليل مائيه. يبقى انت عندك ان اصلا الايونات دي مالها مواد صلبه بتدوب في حاجه ومش بتدوب في حاجه. يبقى هي كده الايونات مالها صلبه، هي بتنزل الجيم فصلبه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. خد المعلومه دي بقى من اخوك. قال لك ان هي عباره عن مذيبات قطبيه، وان هي بتدوب، هي كده معظمها قابل للذوبان في المذيبات القطبيه زي الميه، هي بتدوب في الميه دي بيسموها مذيب قطبي. يبقى الايونات صلبه بتدوب في الميه اللي اسمها مذيبات قطبيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ده اولا. طيب زي مين؟ زي الميه، مكونه محاليل مائيه، مش بتدوب في المذيبات العضويه اللي هي اللا قطبيه زي البنزين. طيب صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده عندك مذيب قطبي ولا قطبي، مذيب قطبي ولا قطبي، مذيب قطبي ولا قطبي. قال لك ان انت عندك المذيب القطبي ده زي مين؟ زي الميه. يبقى كده هي عباره عن ان هي مواد صلبه بتدوب في المذيبات القطبيه زي مين يا معلم؟ زي الميه. مش بتدوب في مين بقى؟ مش بتدوب في المذيبات اللا قطبيه، مش بتدوب في المذيبات اللا قطبيه زي مين؟ زي البنزين. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب زي البنزين. بعد كده قال لك مش هي بقى يا معلم بقى، مش هي بقى موجب وسالب فتوصل التيار الكهربي. هتوصل تيار كهربي. طيب توصل تيار كهربي لما تكون في صوره مسحور او محلول مائي لسهوله حركه الايونات الحره او المماهه، ولا توصل التيار الكهربي. بس اقسم لي بقى دي كده نصفين. اقسم لي دي يا معلم نصفين. خلينا ناخد اللون الازرقيقه ده. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مش هي كده بتوصل التيار الكهربي؟ بتوصل التيار الكهربي ومش بتوصل التيار الكهربي. تعالى اعرفك ازاي. صلى على النبي. بتوصل التيار الكهربي لو كانت في صوره من اتنين، يا تكون في صوره مسحور او تكون في صوره محلول. مسحور محلول توصل تيار، مسحور محلول توصل تيار، مسحور محلول توصل تيار، مسحور محلول توصل تيار. هي كده الايونات، هي الايونات كانت صلبه، كانت بتدوب في اللا قطبي، كانت بتدوب في القطبي، معلش كانت بتدوب في القطبي، مش بتدوب في اللا قطبي. قطبي زي الميه، لو قطبي زي مين؟ لو قطبي زي البنزين. قال لك توصل التيار الكهربي لو كانت محلول او مسحور، لو كان في صوره محلول او مسحور، علشان الايونات بتبقى سهله الحركه فسهل ان هي توصل تيار تيار كهربي. ولا توصل التيار الكهربي لما تكون في صوره صلبه. امسك بقى هنا يا معلم. حركه بسبب صعوبه الحركه في الشكل البلوري. طيب قال لك ان هي عندك، بص صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو الايونات ماسكه في بعضها جامد صلبه مش هتوصل تيار كهربي. ما هي التيار اصلا ماشي ازاي؟ لازم الايونات يحصل فيها حركه جامده 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 عشان تبدا ان هو يحصل تيار كهربي. طب لو الايونات ما بتتحركش هيحصل توصيل تيار كهربي؟ مش هيحصل توصيل تيار كهربي. يبقى الحاجه الصلبه الايونات ماسكه في بعضيها فحصل قوه جذب قويه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القوه الجذب دي هتخلي الايونات تعرف تتحرك؟ لا. يبقى في توصيل تيار كهربي؟ لا. فيبقى في توصيل تيار كهربي امتى؟ لما يحصل حركه في الايونات، لما يحصل حركه في الايونات. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، تعالى بس نعيد الجزئيه دي. يبقى توصل تيار كهربي لو كان في صوره محلول او مسحور، ما توصلش لو كانت في صوره صلبه، علشان هي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان قوه التجاذب ما بينها بتبقى قويه فالايونات ما بتعرفش تتحرك. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال لك ان هي ارتفاع درجتي انصهارها وغليانها للتغلب على قوى التجاذب بين الكاتيونات والانيونات في الشبكه الايه البلوريه بس. وقال لك ان ارتفاع درجات انصهارها، الانصهار والغليان مالها مرتفعين، درجه الانصهار والغليان مالها مرتفعين علشان تتغلب على قوى التجاذب بين الكاتيونات والايه والانيونات. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معظم تفاعلاتها تتم بشكل لحظي. لما تدخل ثالثه ثانوي هتعرف في الباب الثالث انواع الايه التفاعلات، زي تفاعلات نسبيه، واللي فيه ايه التفاعلات اللي هي مثلا بتتم في بشكل لحظي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ده على الشباب في ثالثه ثانوي الجزئيه دي. في جزئيه برضه في ثالثه في الباب الثالث بتتكلم على انواع الايه التفاعلات. فتعالى بقى نشوف يا باشا الجزئيه اللي بعدها. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. العلوم والتكنولوجيا هوبا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اقول لك على حاجه بص، صلى على النبي. يعني انت مثلا دلوقتي بقيت دكتور، ربنا كرمك كده وجبت مثلا 99.5% ودخلت بشر، قول يا رب، قول يا رب يا عم، قول يا رب، صلى على النبي في السؤال، قول يا رب ان شاء الله وربنا يحلها من عنده. ما تشغلش بس، ما تشيلش هم حاجه، ربنا قادر يحلها لك كده، فاهم؟ فانت روق على الدنيا كده وما تخليش حاجه تعكني لك خالص. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تشيلش هم حاجه وربنا كريم. اسعى انت بس وهات اخرك في المذاكره. والله انا عايزك تطلع من السنه اللي هو يا رب ده اخري في المذاكره، دي القدره اللي انت مديهاني، انا بذلتها كلها. لكن لو ربنا مديك مثلا قدره 90% 95% وانت بذلت لي 60%، ففي فرق ما اتبذلش، فانت بالتالي مش هتوصل. لكن لما ربنا مثلا يديك يا عم قدرات 60% بس انت جبت اخرك بذلت ال 60% دول، هتوصل علشان ربنا مديك قدره انت بذلتها كلها بس. فانت يا باشا هتشيل هم حاجه، وان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه، وان شاء الله تحقق حلمك وتدخل الكليه اللي انت بتتمناها، بس انت قول يا رب. طيب ان شاء الله ربنا كرمك وجبت 99.5% ودخلت بشري. طيب انت هتستخدم الحاجات ازاي دي كدكتور؟ قال لك الحركه بتاعت الايونات زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم خلال اغشيه القلب. بص، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي عندك العضله بتاعت القلب دي، سبحان الله ربنا خالق في الغشاء بتاع القلب او العضله بتاعت القلب دي حركه ايونات. يعني مثلا لو احنا عندنا عضله القلب، فانت الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم ده بيبقى داخلين طالعين. فهم كده لو حصل فيهم مثلا زي ما تقول عطل، او ان هم مثلا دخلوا بكميات كبيره، وزي مثلا تقول الكالسيوم دخل بكميات كبيره وما طلعش كله، فكده بيحصل ايه؟ بيحصل عطل. لذلك ان انت مثلا لما الدكتور مريض القلب مثلا لما بيروح للدكتور والدكتور يقول له روح اعمل لي رسم قلب، تعالى اقول لك على نقطه مهمه قوي. ازاي تشوف رسم القلب ده؟ رسم القلب ده اصلا زي اللي قدامك ده معلم. رسم القلب ده لما يكون الذبذبات دي طالعه ونازله كده، الذبذبات دي طالعه ونازله، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده المريض ده عايش على قيد الحياه. لكن لو هو فضلت ماشيه كده، طلعت مثلا وراحت ماشيه كده على طول، يبقى المريض ده ماله؟ مات. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فانت برضو ان الايونات دي تبقى داخله خارجه. فانت خلال الغشاء ماله؟ خلال الغشاء بتاع القلب. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. عن طريق جهاز اسمه الاي سي جي بيبدا ان هو يقرا التيارات الكهربيه دي، او يقرا رسم القلب، او يعمل رسم قلب اصلا. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ان الايونات دي بتتحول لتيارات تيارات الكترونيه قابله للقياس. ان الايونات دي اصلا الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم لما بيتحركوا بينشأ عنهم حركه. بينشأ عنهم حركه. الحركه دي بتبقى فين؟ في الغشاء بتاع القلب. يبقى الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم بينشأ عنهم حركه. الحركه دي في الغشاء ماله؟ بتاع القلب. طيب دي بيسموها تيارات ايونيه. التيارات الايونيه دي تتحرك لتيارات ايه؟ تيارات الكترونيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قابله للقياس. قابله للقياس في الجهاز اسمه الاي سي جي او الالكتريكال كارديوجرام. الكتريكال كارديوجرام. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا لو حصل اختلال في التركيز ده يؤدي لتغير الاشارات الكهربيه. دي عباره عن اشاره كهربيه، ده كده الانسان النورمال، الانسان الطبيعي، فكده الايونات دي داخله خارجه بشكل بسيط، بشكل طبيعي، بشكل عادي، فاهم؟ لكن لو حصل خلل هتلاقي الايونات مثلا طلعت ونزلت، طلعت ونزلت وثبتت مثلا، ده كده يبقى المريض يبقى المريض ده توفى. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحاجات دي بنستخدمها في التشخيص في النوبات القلبيه واضطراب نبض القلب. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الرابطه الايونيه، وكمان قلنا ان هي صلبه، وان هي بتدوب في المذيبات القطبيه زي الميه، مش بتدوب في المذيبات اللا قطبيه زي البنزين. وكمان ان هي بتوصل تيار كهربي في حالتين، لو كانت مسحور او كانت في المحلول. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومش بتوصل لو كانت لو كانت صلبه. طيب وبعد كده عرفنا الحته اللي هي بتاع الالكتريكال كارديوجرام دي، لو كانت اللي هي بتاعت رسم القلب. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جهاز رسم القلب. طيب تعالى بقى نشوف الجزئيه اللي بعدها، اللي هي الرابطه الرابطه التساهميه. تنشأ الرابطه التساهميه ما بين ذرتين متماثلين او مختلفين. ذرتين متماثلين او مختلفين يكون الفرق في السالبيه الكهربيه اقل من 1.7، اقل من 1.7. يبقى كده الفرق في السالبيه الكهربيه اقل من 1.7. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. السالبيه الكهربيه بتكون اقل من 1.7. تنشأ الرابطه التساهميه عن طريق المشاركه بالالكترونات بين الذرات المرتبطه، ولو وجود نسبه ما من الصفه الايونيه. يؤدي اختلاف السالبيه الكهربيه للذرتين مرتبطين برابطه تساهميه الى وجود نسبه ما من الصفه الصفه الايونيه في المركب. يعني كده انا عايز اقول لك المختصر المفيد في الموضوع ده، قال لك ان هي عباره عن الرابطه التساهميه دي اقل من 1.7، اقل من 1.7. وممكن تكون ذرتين، الرابطه دي ما بين ذرتين متماثلتين او مختلفتين. وقال لك طالما هم مختلفتين يبقى ممكن يكون مثلا في صفه ايونيه برضه، يبقى ممكن تكون ايوني وتساهمي طالما هم مثلا مختلفين. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده تاني حاجه الرابطه التساهميه بتكون ما بين ذرتين متماثلتين شبه بعض او مختلفين عن بعض، وبتكون اقل السالبيه الكهربائيه بتاعتها اقل من اقل من 1.7. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان بتتم عن طريق المشاركه بالالكترونات. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طالما هم الاختلاف السالبيه الكهربيه، الذرات المرتبطه يؤدي لاختلاف السالبيه الكهربيه للذرتين المرتبطين برابطه تساهميه. طالما هم مختلفين عن بعض، هنا متماثلين او مختلفين، طالما هم مختلفين عن بعض ممكن يحصل برضه صفه ايونيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى نشوف انواع، ده تلخيص للجزئيه اللي هتشرح تحت. تعالى بس نشرحها الاول تحت وبعدين نطلع لها فوق. طيب احنا دلوقتي عندنا 3 انواع من الرابطه التساهميه: الرابطه التساهميه النقيه، وكمان رابطه تساهميه غير قطبيه، ورابطه تساهميه قطبيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هقول لك شيء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف اول نوع من انواع الرابطه التساهميه نقيه. تعال نشوف اول نوع من انواع الرابطه التساهميه اللي هي الرابطه يا معلم، الرابطه النقيه. طيب الرابطه النقيه دي تساهميه نقيه. التساهميه مالها نقيه، بس بتكون ما بين ذرتين لهما نفس السالبيه الكهربيه. يبقى هنا كده اول حاجه تقسم لي الجمله لغايه هنا، جري خط كده يا باشا في المذكره بتاعتك واعمل لي الخط ده علشان نقسم الجمله سوا. قال لك بتكون رابطه تساهميه مالها نقيه بين ذرتين ليهم نفس السالبيه الكهربيه. نقيه نفس السالبيه الكهربيه، نقيه نفس السالبيه الكهربيه. طيب فانها تتكون بين ذرتين متماثلتين لعنصر واحد لا فلزي. مش هي لازم يكون لها نفس السالبيه الكهربيه، فلازم يكون عنصرين مالهم عنصرين متماثلين، او ذرتين مالهم متماثلتين. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. لعنصر واحد لا فلز، يبقى نفس العنصر بس ذرتين شبه بعض، ذرتين شبه بعض. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. تعال نعرف نوعهم. قال لك ان انت عندك رابطه تساهميه احاديه، رابطه تساهميه ثنائيه، رابطه تساهميه ثلاثيه. قال لك بيكونوا نفس متماثلتين وكمان ليهم نفس السالبيه الكهربيه وكمان
ان هي بتكون عنصر لا فلزي. طيب الرابطه التساهميه الاحاديه ده جزيء هيدروجين زي مين بقى يا معلم؟ زي الهيدروجين الرابطه التساهميه الثنائيه، زي الاكسجين ثلاثيه زي مين؟ زي النيتروجين. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كده اول نوع من انواع الروابط التساهميه اللي كان اسمه رابطه تساهميه نقيه، بتكون متمثلتين في الذره او شكلهم الذرتين متمثلتين لعنصر واحد، يبقى الذرتين دول لعنصر واحد وبيكون عنصر لا فلزي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. وعرفنا بعد كده رابطه التساهميه الاحاديه زي الهيدروجين ثنائيه وثلاثيه، ثنائيه زي الاكسجين، ثلاثيه زي مين؟ زي النيتروجين. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. بعد كده عندك الرابطه التساهميه او التفسير تكوين الرابطه في جزيء الهيدروجين. قال لك ان انت عندك يحدث تجاذب بين الكتروني وبروتوني الذرتين يؤدي الى تقاربهما. يبقى انت عندك مثلا دي النواه وعندك هنا العنصر وهنا هنا ذره وهنا ذره، فبيحصل تجاذب ما بينهم. هتلاقيهم هنا كانوا بعاد عن بعض، بعد كده هنا نزلوا قصاد بعض، بعد كده نزلوا قربوا من بعض، بعد كده هنا قربوا اكتر. طيب تغيير المسافه فده يؤدي الى لما يحصل تجاذب ده يؤدي الى تقاربهما. لما تشد حد انت تقرب له هتقربوا لبعض، هم شدوا بعض فقربوا لبعض. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تغيير المسافه بين الذرتين نتيجه تجاذبهما، كده هم اصلا كانوا بعيد عن بعض، فلما حصل تجاذب المسافه اتغيرت قربوا من بعض. طيب يؤدي الى تغيير شكل الكثافه الالكترونيه بينهم. طبعا الكثافه الالكترونيه تتغير، تزداد الكثافه الالكترونيه بنقص المسافه. يبقى الكثافه الالكترونيه دي لما المسافه تقل لما المسافه تزيد هي هتقل. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. تزداد الكثافه الالكترونيه بنقص المسافه. يبقى الكثافه الالكترونيه بتزيد لو المسافه قلت. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا كل ما اقرب الكثافه الالكترونيه مالها؟ الكثافه الالكترونيه زادت لكن المسافه قلت. طيب بعد كده عندك تصبح الكثافه الالكترونيه اكبر ما يمكن عندما تكون الذرتان على مسافه معينه. عندها طاقة وضع الجزيء أقل ما يمكن. طاقة الوضع نفسها بتكون أقل ما يمكن، وتكون طاقة الجزيء ال H2 أقل من مجموع طاقتي ال H لوحدها. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. غير المرتبطين. طيب تعالى بقى نشوف الغير قطبية وبعد كده نشوف القطبية. قال لك إن هي عبارة عن تتكون الرابطة التساهمية غير القطبية. الرابطة التساهمية غير القطبية تمام بين ذرتين مختلفين. يبقى النقيه كانوا شبه بعض متماثلين، الغير قطبيه مالهم؟ ذرتين مختلفتين لعنصرين لا فلزيين. السلبيه الكهربيه بتاعتهم ما تزيدش عن 4/10. الرابطه التساهميه غير النقيه دي الغير القطبيه ما تزيدش عن كام؟ 4/10. بيكونوا متماثلين ولا مختلفين؟ بيكونوا مختلفين. طيب تعال نشوف الموضوع ده ماشي ازاي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك انت مثلا عندك الكربون والهيدروجين، السلبيه الكهربيه بتاعه الكربون 2.5، السلبيه الكهربيه بتاعه الهيدروجين 2.1. الفرق ما بينهم كام؟ 4/10. فكده هي ما زادتش عن 4/10، اذا هي رابطه تساهميه غير قطبيه. طيب تعالى نشوف ما بين الاس اي وما بين البي كام؟ 2.1/10. طيب الاس اي 1.8/10، اذا الفرق ما بينهم 3/10. اذا بما ان الفرق بتاعهم ما زادش عن 4/10 يبقى هي رابطه تساهميه غير قطبيه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وتوصف الهيدروكربونات مركبات الكربون والهيدروجين فقط مثل الميثان بانها مركبات غير قطبيه. لو انت جدع تكتب ورايا ان محور الهيدروكربونات ده عضويه ثالثه ثانوي. شد معايا علشان لو في جزئيه هنحتاجها قدام هقول لك ذاكرها لي من دلوقتي عشان تيجي قدام تريح الدنيا على حالك. في جزئيه فايتاك من الاساسيات اللي اتشرحت قبل كده هشرحها لك برضو انا يا باشا، من عندي قبل عندي. ماشي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك ان هي الهيدروكربونات دي عباره عن مركبات الكربون والهيدروجين، بان هي مركبات غير قطبيه زي الميثان اللي هو CH4. طيب تعال نشوف الرابطه التساهميه القطبيه. الرابطه التساهميه القطبيه دي بين ذرتين مختلفتين لعنصرين قد يكون كلاهما من اللافلزات او
قد يكون احدهما فلز والاخر لا فلز، يبقى ممكن الاثنين دول هم مختلفين، هم الذرتين مختلفتين لعنصرين صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكونوا لا فلز، ممكن يكونوا الاثنين لا فلزات، او ممكن يكون واحد فلز والثاني ايه لا فلز صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الفرق في السلبيه الكهربيه 4 اكبر من 4 من 10 واقل من 1.7 من 10. خلي بالك ان القطبي عكس الغير قطبي، الغير قطبي قلنا ان احنا ما ينفعش يعدي عن 4 من 10، انما القطبي لازم يزيد عن 4 من 10 وما يكونش ويكون اقل من 1.7 من 10 صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الرابطه المتكونه في جزيء الكلوريد الهيدروجين من ذره الكلور والايه والهيدروجين، زي مثلا الرابطه دي كده، فدي كده رابطه تساهميه قطبيه صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. احنا خلاص قربنا نخلص. قال لك ان تعالى نقرا الكلمتين دول مع بعض وبعد كده افسرها لك كلمه كلمه. نظرا لارتفاع السلبيه الكهربيه للكلور صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عن السلبيه الكهربائيه للهيدروجين، السلبيه الكهربائيه للكلور اكبر من السلبيه الكهربائيه بتاع مين؟ بتاعه الهيدروجين. تزهق الكترونات الرابطه المتكونه بينما اتجاه الكلور يبقى طالما مين اللي عنده سلبيه كهربائيه اكتر؟ الكلور عنده سلبيه كهربائيه اكتر صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي اللي عنده سلبيه كهربائيه اكتر بيشد كله حواليه، بيشد الالكترونات حواليها صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ان هي اتجاه الايه؟ اتجاه الكلور، يبقى اللي عنده سلبيه كهربائيه اكتر اللي بيشد الالكترونات ايه حواليه، يبقى انا كده عندي سلبيه كهربائيه اكتر، لما اعمل كده هشد تمام، هشد كل اللي حواليه عشان ايه؟ عندي سلبيه كهربائيه اكتر صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فتتكون شحنه جزيئيه سالبه على ذره الايه؟ الكلور، وشحنه جزيئيه موجبه على ذره الايه؟ على ذره الهيدروجين. الكلور سالب والهيدروجين ماله؟ والهيدروجين موجب. ولذلك تتجاذب الجزيئات الايه؟ القطبيه. ما هي تتجاذب ازاي؟ ما هو عشان يحصل تجاذب اصلا، عشان يحصل تجاذب لازم يكون في حاجه سالبه وفي حاجه موجبه، هو لو سالب وسالب مش هينجذب، موجب وموجب مش هينجذب، لكن لازم موجب وايه؟ موجب وسالب صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ده اولا. طيب مع المجالات الكهربائيه وتزداد قطبيه الجزيئات بزياده الفرق في السلبيه الكهربائيه، يبقى كده القطبيه بتزداد لو الفرق في السلبيه الكهربائيه ماله؟ ازداد. يبقى السلبيه الكهربائيه لو الفرق ما بينهم ازداد يبقى القطبيه برضو ايه؟ هتزداد. طيب الرابطه التساهميه في العديد من الجزيئات. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. عندك حاجه زي تتضح الرابطه التساهميه القطبيه في العديد من الجزيئات، يعني مثلا عندك زي هاليدات الهيدروجين، الهاليدات ده اللي هي اسمها بيسموها الهالوجينات، هالوجينات اكتب ورايا علشان الحاجات دي في ثالثه ثانوي. هالوجينات عشان لو مش واضحه، هالوجينات ده زي الكلور بروم يود فلور صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فلور. طيب يبقى كده انت عندك لما يقول لك هاليدات هو معبر عن الهالوجينات بحرف الاكس، بس الهاليدات دي ممكن تبقى كلور بروم يود فلور. ده يا باشا كده هتحتاجها في ثالثه ثانوي صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني انت كده نقل صح، بس انا باسسك لكام؟ اسسك لثالثه ثانوي. على فكره هتدعي لي، لا هتدعي لي والله باذن الله من دلوقتي خلي بالك. طيب هاليدات الهيدروجين والميه والنشادر وكلوريد الايه؟ كلوريد الامونيوم، ورابع كلوريد الايه؟ التيتانيوم. وبعض الجزيئات تكون غير قطبيه رغم تضمنها روابط ايه؟ قطبيه، عشان شكلها الفراغي ماله؟ يؤدي الى تلاشي التاثير القطبي لهذه الايه؟ لهذه الروابط، الا ان اي محصله العزم القطبي بتساوي صفر. يبقى كده هي ممكن يكون بعض الجزيئات تكون غير قطبيه، ممكن تكون غير قطبيه بالرغم من الرابطه بتاعتها ممكن تكون غير قطبيه، يعني ممكن تكون غير قطبيه رغم ان الروابط القطبيه بتاعتها ممكن يكون عندها ايه؟ رابطه قطبيه، بسبب ان عندها محصله العزم القطبي بيساوي كام؟ بيساوي صفر صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويتضح ذلك في الشكل الخطي لجزيء ثاني اكسيد الكربون زي ثاني اكسيد الكربون والبي اف 3 صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى نشوف اخر حاجه، والجزئيه دي باذن الله احنا كده اتكلمنا فوق عن الخواص للرابطه الايونيه، وبعد كده نخش دلوقتي على الخواص للمركبات الايه؟ التساهميه. طيب قال لك هي عكس الايوني. عكس مين؟ عكس الايوني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يذوب معظمها في المذيبات العضويه زي يبقى الايوني لو فاكر كانت بتدوب في الميه ما تدوبش في الايه؟ في البنزين صليت على النبي.
لكن التساهمي يذوب في البنزين مثل ايه البنزين وربع كلوريد الكربون، ولا يذوب معظمه في المذيبات القطبيه. يعني احفظ واحده والثانيه عكسها. طيب مواد صلبه او سائله او غازيه لا توصل التيار الكهربي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. هي ممكن تكون ماده صلبه او سائله او غازيه مش بتوصل التيار الكهربي علشان هي بتكون متأينه، حصل لها تأين. وكمان ممكن عندها بعض المحاليل توصل تيار كهربي زي مين؟ زي الاتش سي اللي هي لا توصل. عشان الجماعه بتوع الازهر بيقول لك ممكن ليه لا توصل تيار كهربي؟ ليه المركبات التساهميه لا توصل تيار كهربي؟ علشان تكون في صوره ايه؟ غير متأينه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك كان درجه الانصهار والغليان عالي، يبقى هنا ايه؟ منخفض. الانخفاض درجتي انصهارها وغليانها لضعف قوة التجاذب ما بين الجزيئات وبعضها. معظم تفاعلاتها الكيميائية بتكون بطيئة نسبيا. كده اللهم لك الحمد. يعني المحاضرة بتاعتنا خلصت، مش باقي بس الا صفحة هنشرحها ان شاء الله هنبدأ بيها الاسبوع الجاي. عايزك تذاكر جدا، تذاكر وتبذل مجهود، لان ده شغلك وده مستقبلك وده حياتك. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كبني ادمين احنا جايين الدنيا نتمرمط، ونتعب. فانا اختار الطريق اللي انا اتعب فيه واكون مرتاح فيه نفسيا. بس فكره تتعب دلوقتي ترتاح بعدين انت فاهمها غلط. لا، الراحه بتاعت بعدين انت مش قاعد فاتح تيك توك وقاعد على السرير ومشغل التكييف، لا دي مش راحه. الراحه بتاعت بعدين ان انا ابقى في المكان اللي انا حابب اكون فيه وبتعب فيه وانا مرتاح نفسيا. عكس لما تكون مثلا في مكان انت مضغوط فيه نفسيا بس انت مضطر تشتغل. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فانت ذاكر وهات اخرك وابذل مجهودك، وباذن رب العالمين ربنا هيكرمك. ودايما ندعي بالكليه حتى وانت في ثانيه ثانوي. ادعي يا رب، ادعي من دلوقتي وداخل عليك شهر رمضان، قول يا رب ارزقني بالكليه الفلانيه. انا كنت بعمل كده. صليت على النبي. من دلوقتي ابدا ادعي بالكليه اللي انت عايزها بالمجموعه اللي انت عايزها. ما تقولش لا لما ادخل ثالثه ثانوي، ما ادخل ثالثه ثانوي حلها ربنا. لا يا باشا، انت من دلوقتي تظبط وقتك، وقتك وتظبط وقت نومك، وان انت ما تمشيش الدنيا تبقى عشوائيه. لا، مش عايزك تعمل كده. انا عايزك باذن رب العالمين داخل ثالثه ثانوي عارف وقت نومك، وقت صحيانك، المدرسين اللي انت هتكمل معاهم سناتر باذن رب العالمين، صحابك مين، والتليفونات والسوشيال ميديا تبدا تقطعها خالص لما تيجي داخل ثالثه ثانوي. وبرده في شهر رمضان ده باذن رب العالمين عايزك تدعي بالكليه اللي انت عايزها، وعايزك تبقى طالع من شهر رمضان عارف انت متعود تذاكر بالليل ولا بتذاكر بالنهار، علشان لما تيجي في ثالثه ثانوي ما تتعبش وتجرب. لان انت ساعتها مش هيكون عندك وقت للتجربه، انت تجرب في الثانيه علشان ثالثه تكسب اكبر كم من الوقت. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابك ثم صحابك ثم صحابك ثم صحابك. يا باشا هات ورقه وقلم واقسم الصفحه نصين كده، وعلى اليمين اكتب صحابك اللي بيأثروا عليك فتكتبهم وانت حرفيا تبعد عنهم، وعلى الشمال مثلا تكتب صحابك اللي انت عايز ايه، اللي انت هم فعلا بيشجعوك وتنزل سناتر معاهم وتكمل معاهم في ثالثه ثانوي. فانا عايزك تظبط دنيتك كده باذن رب العالمين، وان شاء الله دنيتك هتبقى كويسه، وان شاء رب العالمين برضو هتحقق حلمك وتجيب 99.5%. وباذن الله ما حدش يقلق من الكيمياء، باذن واحد احد هنفرمها مره واثنين وثلاثه. باذن الله هنزل لكم برضو فيديو الواجب في الاسئله محلوله بالتفصيل، محلوله باذن الله مع كل سؤال بذكر انا اخترت الاجابه دي ليه، بفسره لك مره واثنين وثلاثه. وباذن الله الدنيا تبقى كويسه. ذاكر مره واثنين وثلاثه. عايز افهمك حاجه برضه قبل ما نقفل الحلقه باذن الله، ان انت علشان المعلومه تثبت اصلا في مخك، ربنا خالق مخنا او خالق الذاكره بتاعتنا كحاجتين او كحاجه، مثلا زي الشورت ميموري اللي هي ذاكره قصيره المدى، واللونج ميموري اللي هي ذاكره بعيده المدى. اللونج ميموري دي اللي انت بتحتاجها في امتحانات اخر السنه علشان المعلومه تثبت في دماغي، علشان المعلومه تثبت في دماغي الامتحان اخر السنه. فانا محتاج اثبت المعلومه في الشورت ميموري ولا اللونج ميموري؟ في اللونج ميموري اللي هي ذاكره بعيده المدى. طب اعمل ايه علشان اثبت المعلومه في دماغي؟ اذاكرها مره وارجعها كتير. يعني انا ذاكرتها النهارده اهو مثلا، وليكن النهارده الحد، هريح الاثنين وبعد كده اذاكرها الثلاث، بعد كده هريح الاربع، بعد كده اذاكرها الخميس. فكتر التكرار مع كتر المراجعه ان شاء الله المعلومه هتبدا ان هي تثبت في دماغك. عايزك تحل مره واثنين وثلاثه وان شاء الله وتغلط اكتر، وان انت لما تغلط في سؤال تعرف اجابته، فلما يقابلك تاني باذن الله تحل صح، لان انت اوريدي غلطت فيه قبل كده. والحاجه اللي بقول لك عليها علم عليها، اتعلم عليها، واللي كاتب لك قصادها في ثالثه ثانوي وهتحتاجها اكتبها في ثالثه ثانوي، اكتب قصادها ثالثه ثانوي وذاكرها معايا كانك بالظبط داخل، او كانك دلوقتي في ثالثه ثانوي. ان شاء الله ربنا هيكرمك وتحقق حلمك. ادعوا لي معاكم بقى. السلام عليكم.